مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك السايت. فيديو النهاردة ازاي هنركب الاول سي بتاع الكردان او ما يسمى الديل بتاع الفتيس. في هنا اول سي، الكردان ده بيلف من داخل الفتيس وفي نفس الوقت الفتيس مليان زيت، فعشان خاطر الزيت يبقى محجوب عن انه يطلع بره مع لفات الكردان، في هنا اول سي لازم نغير الاول سي ده عشان الاول سي ده مغرق الدنيا زي ما انت شايف. لو انت عندك الوضع نفس القصه كده يبقى عندك اول سي الكردان ضارب. دلوقتي اللي احنا هنعمله هنحل طقم المسامير بتاع الكردان اللي ماسك في الكارونه ورا، وهنطلع بعمود الكردان. عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل انا هفصل الفيديو لغايه محل الكردان من الكارونه وارجع اشغل الكاميرا تاني. كده انا حليت عمود الكردان، ونطلع بعمود الكردان. وادي الاول سي اللي احنا بنتكلم عليه. الاول سي ده يا اما بينشف يا اما الشفه اللي جوه اللي هي بتحبس على عمود الكردان، يعني بتحبس هنا الشفه بتاعت الاول سي بتكون اتاكلت، يا اما الاول سي نشف من الزيت ومن سخونه الفتيس. ننظر دلوقتي مع بعض الاول سي ونغيره. هذه الشفة اللي بنتكلم عليها اهي، ناشفة جدا جدا جدا. هذه الشفة اهي، ده الجديد طرية خالص زي ما حضرتك شايف، انما القديم اللي طالع ده ناشفة متحمصة خالص. وادي شكل الاول سي بعد ما انا دقيت عليه، خد دق داير ما يدور، دق خفيف على الجنب خالص عشان خاطر ما الاول سي ما يتأثرش ولا يبوظ. وبكده يعتبر خلصت. مفيش غير ان انا انزل عمود الكردان واقفله تاني واجيب لكم الشكل النهائي بعد ما يتقفل عمود الكردان. كده انا خلصت. كده مفيش غير ان صاحب العربية يروح يغسل العربية عشان لو في زيت جديد تاني نزل يبقى معروف وباين. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.